السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. احنا اليومين دولت في انتظار عام دراسي جديد. يا رب سنة سعيدة على الكل يا رب، ويكون عام دراسي سعيد وموفق بالنسبة للكل. كل ام في بيتها دلوقتي بتقعد تفكر هعمل ايه في اللانش بوكس، هجهز الفطار، هجهز العشاء. انا دلوقتي هعمل معاكم في الفيديو دوت وفي مجموعة الفيديوهات الجاية مجموعة افكار لللانش بوكس للاولاد في المدرسة، وكمان الفطار والعشاء في البيت، وازاي نديلهم حاجة فيها طاقة وبحيث انهم يقدروا يواصلوا يومهم الدراسي. هعمل معاكم في الفيديو دوت صنف جميل جدا جدا ممكن يتقدم في اللانش بوكس للأولاد. تابعوني في قناتي، يا ريت اللي أول مرة تنورني تشترك وتدوس على زر الكل عشان يوصل لها مني كل الإشعارات وكل جديد بإذن الله. معايا كوباية من السكر البودر، هنزل عليه ب5 معالق او كوباية من المادة الدهنية. اي نوع مادة دهنية انت بتفضليه وبتستعمليه، وبيكون لازما يكون طعمه مستساغ لانه هيأثر في طعم البسكوتة بتاعتك. هقلب او هضرب السكر البودر مع المادة الدهنية كويس جدا جدا. لو عندك مضرب يدوي مضرب كهرباء مفيش الاتنين، هعملها معاك اهو بالمعلقة، بس لازم تتضرب كويس جدا. الخطوة دي مهمة جدا. ضربت المادة الدهنية مع السكر البودر. خلي بالك ان المادة الدهنية انا هنا حطاها سمنة بقري، ممكن تستعملي زبدة، ممكن تستعملي نص سمنة ونص زيت زي ما تحبي. وهنزل ببيضتين، بيضة مش البيضتين مش مع بعض. واول بيضة نزلتها عليها الفانيليا، وهخلط المكونات كويس، هخلطها بالسكر وبالمادة الدهنية لغاية ما تختفي تماما. وبعد كده يا حبايبي هنزل بالبيضة التانية زي ما احنا شايفين. هنزل بالبيضة التانية وبرضو هخلط المكونات لغاية ما تتمزج ببعض كويس جدا. اعملي الحاجة بحب لأولادك هتطلع فعلا كويسة، واعمليها دايما في البيت وما تتكليش ابدا ان انت تشتري الحاجة جاهزة من بره. الطريقة سهلة والطريقة بسيطة زي ما احنا شايفين. هنجيبها من بره غالية، طب وليه احنا نعمل كل حاجة بايدينا؟ هنزل ب4 كوبايات من الدقيق. اول 3 كوبايات، ادي اول كوبايه انا نزلت، هنزل معاها بمعلقه من البيكنج باودر، وما تزوديش عن معلقه. البيكنج باودر في الوصفه دي لما بيزيد مش بيبقى كويس. هقلب الكوبايه بتاعت الدقيق وهنزل بالكوبايتين بعد كده. المفروض هنشوف انا غلطت غلطة وهنبهكم ليها وانا بشتغل، بس طبعا انا اخدت بالي من الغلطة والحمد لله صلحتها. ادي الكوباية التالتة. احنا دلوقتي نزلنا ب3 كوبايات، وهعجنهم بايديا او هخلط المكونات بايديا، لان في البسكوت برضو العجن الزايد مش مستحب. هقول لكم ادي الكوبايه الرابعه. المفروض يا جماعه واحنا بنحط الكوبايه الرابعه نحط جزء جزء ونشوف ملمس العجينه بتاعتي ونعوميه العجينه لازم تكون ناعمه في ايدينا. انا الغلطه اللي انا غلطتها ان انا نزلت بالكوبايه كلها، ما نزلتش واحده واحده. ولما عجنتها حسيت ان الدقيق مش بالنعوميه او العجينه يا ربي معلش، العجينه بتاعتي مش بالنعوميه الكافيه. فاضطريت ان انا احط معلقه من الزيت، وبرضو احتاجت معلقه من السمنه، معلقتين مليانين، واحده من الزيت واحده
من السمنة. كل ده علشان انا حطيت بعض من الدقيق زيادة، عشان كده المفروض وانا بحط الكوباية الرابعة انزل بيها حبة حبة لغاية ما القوام بتاعي او بتاع العجينة يبقى مظبوط. انا دلوقتي نزلت بمعلقة الزيت وبقلب في العجينة، واحتجت كمان معلقة من المادة الدهنية كمان، كان ملمسها مش مظبوط. وحطيت كمان معلقة اهو من السمنة، انا بستخدم سمنة بقري. يعني لما الدقيق يزيد تبدأي تزودي المادة الدهنية لغاية ما القوام بتاع اهو العجينة بتاعي قوامها كده بقى ممتاز. عشان كده المفروض الكوباية الرابعة منزلش بيها مرة واحدة، ممكن تستعمليها كلها، ممكن ما تستعملي جزء بسيط منها حسب ما قوام العجينة بتاعتك. القوام بتاعها ناعم، شوفوا لما بتشكليها ما بتشققش معاكي كده، العجينة تبقى ممتازة. ومعايا هنا فول سوداني او السوداني مجروش، وبدأت احطه على البسكوتة بتاعتي وبضغط عليها عشان وانا بسويها ما تنفضش منك في الفرن. وادي شكل البسكوتة بتاعتي في النهاية، جميلة جدا لما تتحط للاولاد في اللانش بوكس. هعمل الكمية كلها وارجع لكم. الكمية بتاعتي عملت الصينية والنص الكبار دولت، عملت كمية حلوة جدا جدا. دلوقتي الفرن بتاعي والع على درجة حرارة 200، هحطه على الرف الوسطاني، بياخد حوالي 10 دقايق. اول ما الارضية يبقى لونها فاتح كده تطفي عليها وما تشغليش الشواية نهائي. الأرضية بتاعتها تاخد لون بسيط فاتح وتطفي عليها، بس لازم يكون الفرن بتاعك سخن، ما يكونش بارد. وزي ما قلت لك اول ما الارضيه تاخد لون تطفي عليها. وخرج معايا من الفرن اخد 10 دقايق بس في الفرن. الارضيه بتاعتي لونها جميل جدا زي ما هنشوف مع بعض. شايفين هو ده لونها اللي مطلوب، ما تغمقهاش عن كده نهائي. وزي ما قلت لك ما تفتحيش الشوايه، ما بتاخدش في الفرن وقت كبير جدا، يا دوبك 10 دقايق. وما تحاوليش اول ما بتخرج بتبقى طريه شويه، ما تحاوليش ان انت تشيليها من الصينيه او من الصاج الا لما تبرد وتبداي تحطيها في طبق التقديم بتاعك. حلوه جدا لاولادك في اللانش بوكس. والسوداني من الحاجات اللي بتدي طاقه للاولاد ويواصلوا يومهم الدراسي. زي ما قلت لكم في الفيديو ده والفيديوهات الجايه ان شاء الله هنعمل مجموعه افكار لللانش بوكس وللفطار والعشاء. خرجت معانا جميله جدا جدا جدا، بتدوب في البق وطعمها رائع. حلوه ان انت تقدميها لاولادك، حلوه جدا مع كوبايه الشاي بتاعه الصبح عشان تظبط الدماغ معاكي، حلوه جدا مع الشاي بالحليب لو اخر اليوم. شفتوا بتدوب جدا جدا اهي، مجرد ما بتضغطي عليها بتدوب معاكي، طعمها في البق رائع رائع رائع. يا ريت ما تنسونيش ما تبخلوش عليا في اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. اشوفكم.